السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. النهارده يا بنات هنعمل الكبدة الاسكندراني، بس هنعملها كبدة كدابة. هنعملها النهارده بكبد الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة. هنطلع احلى كبدة بإذن الله. تغيير. اول حاجة هنجيب الكبد بتاعتنا نغسلها كويس جدا بمعلقة طحينة وعصرة ليمونة ومعلقة دقيق. لازم تغسليها كويس قبل ما تقطعيها، ما ينفعش تقطعيها وبعدين تغسليها. بعد ما انا غسلتها كويس وصفيتها هبدأ ان انا اقطعها. شايفين يا بنات؟ هنقطعها شرايح تكون رفيعة جدا. شايفين الكبدة اللي هي بتاعت البقري او الجاموسي بتتقطع عند الجزار عصافيري كده؟ هنقطعها نفس التقطيعة. شايفين التقطيعة؟ بقى اول ما انا هقطعها كده هكون حطاها في مصفى عشان لو فيها اي دم ينزل. بعد ما انا هقطعها كده هنبدأ اللي احنا نجهزها على طول. ما شاء الله تبارك الله، ده شكلها. هنجيب المقلاية بتاعتنا بقى نحط فيها معلقة زيت كبيرة توص شوية في الزيت، وهنجيب قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر اضربهم في الكبة. تمام. بعد ما هضربهم اكون جايبه 4 فصوص توم دقهم ومنعماهم. لو انتي عاوزه تضربي التوم مع الفلفل زي ما انتي عاوزه، بس انا ضربت الفلفل كده في الكبه وهرست التوم كده في اللهون. بعد ما انا هديلهم تشويحه حلوه بفصين التوم، الله على الجمال. ريحه الفلفل بقى مع التوم بيبقى تحفه. هبدأ انزل بالكبد اللي انا مقطعاها، اديلها صدمة كده مع الخضار ده. بس اهم حاجة ما تقلبيش الكبدة. اول ما تنزلي بيها سيبيها حوالي 5 دقايق كده تاخد صدمة، عشان ما تنزلش ميتها، ما تنزلش مية كتير. شايفين؟ بعد ما خلاص انا يدوب شوحتهم، مش عاوزاهم يتحمروا او يتبلوا، يدوب تشويحة بس في الزيت. الله على الجمال. انا نزلت بالكبدة وهفردها كويس كده وهسيبها حوالي 5 دقايق، وبعدين اديلها تقليبة حلوة. وانا بديلها التقليبة دي احضر رشة من الكمون ورشة من الكزبرة الناشفة ورشة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من البابريكا. هديلها تقليبة حلوة وغطي عليها 5 دقايق، 5 دقايق بس وهتلاقيها استوت معاكي وبقت زي الفل. بعد ما هتستوي يا بنات هجيب معلقة من الفلفل الاخضر والاحمر اللي انا ضربهم في الكبة دول، وابدا اللي انا اديلهم تقليبه كمان، يعني اديلهم تقليبه بعد ما الكبده تستوي معايا، وعصره من الليمون. الله على الجمال، والله العظيم لو جربتيها هتدعيلي من حلاوتها وجمالها. ممكن تقدمي جنبها بقى مكرونه، او ممكن تقدمي جنبها طحينه وخراطي بصل كده بالسماق وسلطه خضراء. تبقى حكايه، تبقى اكله حلوه جدا. شايفين بقى الجمال؟ والله العظيم بتتكلم عن جمالها. تغيير. الناس اللي مش بتحب كبدة الفراخ لو جربوا الطريقة دي هيحبوها بإذن الله، ومفيش فيها أي ريحة زفارة نهائي. هي بتتكلم عن حلاوتها. بعد ما استوت خلاص اهي، انزل بقى بمعلقة الفلفل الأخضر والأحمر اللي أنا كنت شايلهم على جنب وعصرة ليمونة. الله على الجمال بقى، قدميها سخنة كده هيبوسوا ايدك كده من حلاوتها وجمالها. انا عندي مش بيحبوا كبد الفراخ نهائي، انا ما كنتش بحبها. بعد ما جربت الطريقة دي بصراحة حكاية، غيرت مفهومي عن كبد الفراخ نهائي. لا زفارة ولا اي حاجة، هي بتتكلم عن حلاوتها. جربوها يا بنات بنفس الطريقة ونفس الخطوات، هتعجبكم بإذن الله. يا رب النهاردة تكون حلقة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.